دمعته فوق خده ويتغبن على ماضي زمانه، يوم قدرت عمره في 100 عام ولا فوقها. قلت يا عود لا تحزن، ترى هذه الدنيا ولا شي، يخلق العبد ما عنده ولا شي ويغادر بلا شيء. قال يا والدي أدري بالمقادير والدنيا ما هي لي، لازم أننا نغادر مثل ما غادر اللي قبلنا. لكن أبكي بعد ما فارقوني رفاقي الأولين، بعد كنا يد وحده وعشنا على حلوة ومرة، واندعى داعي الفزعة فزعنا وسدينا اللزوم، وان بدا ضيف ضيفناه ويدا الله معيد الجماعة. رغم كل الموارد كل واحد يقوم بطاقته، واللي جعله ولد رباه ويربي أولاد القبيلة، والنصايح وذكر الله نعطر مجالسنا بها، والصلوات نديها ونعرف جميع الواجبات. لا درسنا ولا معنا وظايف ولا معنا تجارة، اللي يحسب من التجار عنده ريالين عربية، وارضنا طيبه ما عندنا غير الانتاج المحلي، والحلال يتكاثر والمزارع يلاقي البيرماء، والحلال يتكاثر والمزارع يلاقي البيرماء. أما ذا الحين يا ولدي قلب واختلف وجه الزمان، رحوا الطيبين وباروا أهل المزارع والمواشي، وارضنا مجدبه وارزاقنا من وراء 7 بحور، والرجال أهملوا عاداتهم واخذت الموضة نسانا، واشغلونا عيال الغرب من عولمه في عولمه. والله على اتصالات انها مشكله واكبر مصيبه، واكبر مصيبه البرامج فالانترنت عبر الجلاكسي وايفون. لا دخلنا المجالس كل رجال عينه في جهازه، واللي في البيت طول الوقت في الأجهزة يتشبحون، حتى الأسرة معي 20 في البيت ويكني لحالي، كل واحد على جوال يضحك ويبكي من هواه. بعض الأحيان وأنا أبوك شو أرى موتي أفضل من حياتي، بعد ما قال سمعي والبصر، بعد ما قال سمعي والبصر لا 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 لا، بعد قال البصر والسمع واصبحت في الدنيا غريب. وانا واللي من اجيالي لي الحين ما اخذنا هوانا، الله يحسن خواتمنا ويصلح شباب المسلمين. قولة لا اله الا الله ومحمد الصادق رسوله، ليتها ما تغادر من قلوب البشر وعقولها.